السلام عليكم. عايزه تعملي بقى حاجه كده سهله وسريعه وما تاخدش منك وقت، ومقاديرها بسيطه جدا ومش مكلفه خالص. هنعمل مع بعض من كوبايتين دقيق عادي، هنعمل 16 قطعه من الجاتوه القمر ده بمكونات بسيطه جدا، من غير لبن من غير كريمه. هيطلع تحفه بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنعمله مع بعض بطريقه سهله جدا وبسيطه. لو عندك بقى كده مناسبه وعايزه تعملي حاجه سريعه مش بياخد وقت خالص في العمايل، وبيطلع ما شاء الله تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفه النهارده. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل مع بعض الكيك الخطير ده ازاي، وهنزينه بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه نسمي الله ونبدا الفيديو ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه قبل ما نبدا كده في عمل الكيكه لازم تكون المقادير بتاعتك ما تكونش في التلاجة، تكون بحراره المطبخ. تمام. واول بقى ما تبداي في عمل الكيكه هتشغلي الفرن بتاعك على درجه حراره 180 قبل ما تبداي شغل في الكيكه. دول اهم عاملين ان الكيكه تطلع ناجحه معاكي. يبقى اول حاجه المقادير تكون بحراره المطبخ، تاني حاجه الفرن اول ما تبداي شغل في الكيكه يكون الفرن بتاعك سخن. عندي هنا بقى كوبايتين من الدقيق العادي، عندي 3 بيضات، نص كوبايه من الزيت، 3/4 كوبايه من السكر، معلقتين كبار كده بيكنج باودر، يعني الكيس اللي هو 16 جرام. وعندي هنا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. احلى نوع كاكاو هتشتغلي بيه في الكيكه الكاكاو الاسباني، بيدي طعم تحفه وبيبقى مميز جدا. تمام. ورشه كده من الملح بسيطه عشان تعادل الطعم. هنزل بقى كده بالمقادير الجافه كلها مع بعض. نزلت هنا بالدقيق والكاكاو، وعندي هنا البيكنج باودر، ورشه كده بسيطه خالص من الملح عشان تظبط الطعم معاكي. هنقلب بقى كده المقادير الجافه كلها مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنسيب كده بقى المقادير الجافه وهنشتغل كده في السوائل. طبق عميق بقى كده، وهنزل بالثلاث بيضات عليهم نص كوبايه من الزيت والسكر، ورشه بسيطه كده من الفانيليا. وهنقلب بقى كده المقادير كلها بالمضرب اليدوي. انا لا هستخدم خلاط ولا هستخدم مضرب كهربائي، الشغل كله النهارده هيبقى بالمضرب اليدوي عشان اوريكي هي قد ايه بسيطه وسهله جدا. هتخلطي بقى كده المكونات السائله كلها مع بعض لحد ما لونها كده يفتح معاكي ويديكي القوام الكريمي ده. وطبعا كل ما ضربتيها احسن، كل ما هيديكي قوام هش للكيكه. وهننخل بقى كده المقادير الجافه على السوائل، والخطوه ديت مهمه جدا، لازم ننخل المقادير الجافه علشان الكيكه تبقى هشه معاكي. لحد دلوقتي بقى انا ما استخدمتش اي سوائل، ما استخدمتش لبن، ومش هنستخدم لبن في الوصفه. انا مش عايزه كده في الدقيق اي تكتلات. وهنخلط بقى كده المقادير كلها مع بعض، وما تقلقيش خالص قوام الكيكه هيكون تقيل معاكي. هتقلبي بقى كده كويس جدا. واول بقى كده ما تديكي القوام ده والدقيق يختفي، هتنزلي ب3/4 كوبايه من الميه المغليه. لازم الميه تكون مغليه، ما ينفعش ميه بارده او ميه دافيه، لازم الميه تكون بتغلي. وتقلبي، ما تقلقيش بقى انت اول ما بتنزلي من الميه بتحسيها كده مسيله معاكي. هتقلبيها كويس جدا، هتخلطيها كويس جدا، هتلاقي القوام ظبط معاكي واداكي بقى قوام الكيكه اللي احنا متعودين عليه. بصوا تحفه ما شاء الله، وبدون حليب بقى وسهله جدا ما شاء الله. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. وكده قوامها مظبوط جدا. الصينيه بقى اللي هتشتغلي بيها ومسحه خفيفه خالص كده من الزيت، هتمسحيها كويس جدا. ورشه طبعا من الكاكاو. انا بفضل طبعا في كيكه الكاكاو نستخدم كاكاو وما نبطنش الصينيه بدقيق علشان ما يبقاش لونها ابيض كده، وانتي في الاخر يعني اما تقلبيها تكون لونها ابيض. وهنصب بقى كده خليط الكيكه في الصينيه بمعلقه بقى كده او سباتولا، وهتسوي كده خليط الكيكه وهتخبطيه كده خبطتين على الرخامه. وكده الكيكه بتاعتي تكون جاهزه. هدخلها الفرن، بتاخد حوالي كده من 40 دقيقه ل50 دقيقه على حسب حراره الفرن. بتحطيها في الرف اللي في النص. وهنعمل مع بعض بقى الطبقه التانية من الكيكه. عندي هنا حوالي 3 كوبايات ونص من الحليب، هنزل عليهم ب4 معالق كبار من الكاسترد. المعالق تكون هرميه كده مليانه. والسكر انا حطيت هنا 3 معالق سكر، التحليه طبعا على حسب الرغبه. هتقلبيهم بقى كده على البارد. اول ما يكونش فيهم تكتلات خلاص، تحسي ان مفيهمش اي تكتلات كده، هترفعيهم كده على النار ومع التقليب المستمر
ايدك تكون فيها بقى لحد ما يديك القوام الكريمي ده. عندي بقى هنا مكعب من الزبدة، هنزل على الكاسترد. جربوا بقى الكيكة بالكاسترد، بصوا تحفة ما شاء الله. والكيكة بتاعتي كمان استوت وخرجتها من الفرن. بتختبريها كده بالسكينة او بخلة، اول ما السكينة تطلع نظيفة معاكي كده يبقى الكيكة بتاعتك استوت. وطبعا ما تطلعيش الكيكة من الفرن وهو سخن على مباشرة كده في الهواء، هتفتحي الفرن وهتسيبيها شوية علشان ما تهبطش منك. وعندي هنا حوالي نص كوباية كده من اللبن وهنسقي الكيكة. الخطوة ديت مهمة جدا، بتخلي طعم الكيك معاكي كأنه كأنك بتاكلي كده سبونج او جاتوه. وتسيبي بقى الكيكة كده تهدى شوية، والكريمة بتاعتك تكون سخنة او الكاسترد يكون سخن، وهتنزلي بيه على الكيكة. اهم حاجة تنزلي بيه وهو سخن علشان يمسك في الكيكة. وهنسيبه بقى يبرد خالص، هندخله كده التلاجة. اول ما نحس ان هو تماسك كده وبرد هتطلعيه بقى وهتقطعيه. انا هنا هزينه بقى بكاكاو، كاكاو محلى بقى او ساده زي ما تفضلي. طبعا عندك شوكولاته مبشوره هتحطيها هتكون حلوه جدا كمان. وبحرف السكينه بقى كده وهنسلك كده الكيكه بتاعتنا من اطراف الصينيه. اظن مفيش اسهل من كده. الوصفه سهله جدا وبسيطه وطعمها والله خيالي. اهم حاجه هتختاري نوع الكاكاو يكون كويس، بيفرق طبعا في الطعم. وهتقطعيها بقى بالحجم اللي انت حباه. في الاخر النتيجه بتكون حلوه قوي. وفي الصيف كمان بتكون حلوه جدا بقى، بتبرد كده على القلب. لو لسه بقى تشوفوني لحد دلوقتي، يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. هطلع بقى قطعه كده نشوفوها، بصوا منظرها ما شاء الله تحفه. والكيك هش جدا وطعمه حلو قوي كأنك كده مغرقاه بالشوكولاته. الكيكه طريه جدا وطعمها خيال. تخيلوا بقى كده الأطعم كلها مع بعض، حاجه كده ما شاء الله تحفه. حابه بقى تزينيه باي حاجه متوفره عندك. انا كده قطعته بالقطع متساويه بالشكل اللي انت شايفاه ده. عندي بقى هنا فارماسيل، وعندي شوكولاتات كده صغيره انا احطها عليه. وينفع بقى معاكي في اي مناسبه بقى سريعه كده هتعمليه. تحفه ما شاء الله. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفه النهارده لانها بجد تستاهل ان انتوا تجربوها. وهستنى بقى رايكم في الكومنتات، واستنوني في فيديوهات تانية كتيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.